السلام عليكم ورحمة الله. في حادثة صدمت متابعيها، خرجت المؤثرة الجزائرية سارة رجي تكشف وش صار لها اليوم بتصريحات مؤثرة. كشفت فيها عن موقف مخيف عاشته داخل أحد المطاعم بعد ما كانت على وشك فقدان الحوايج نتاعها. وفي بداية حديثها ما حبتش سارة تكشف مباشرة وش صار لها، واكتفت بقولها: بصراحة اليوم كان من أصعب الأيام بالنسبة لي، وما كنتش حابة نهدر في الموضوع، بس حسيت باللي لازم نشارككم باش الناس ترد بالها. كنت حاسة روحي مرتاحة ورحت للمطعم غير باش نبدل الجو وننسى شوية الضغط اللي راني نعيشه مع بنتي في هذه الأيام. وأضفت: كنت قاعدة وحدي في المطعم وكل شيء كان عادي مع أختي مايا. طلبت الماكلة وكنت نهضر شوية مع المتابعين في التليفون. لاحظت باللي كان واحد الشخص يطل فيا بزاف، بصح قلت يمكن صدفة، ما حبيتش نسيء الظن، تعرفوني راني ناس ملاح. وتابعت سارة وتقول: بعد دقائق حطيت التليفون فوق الطابلة ودرت وجهي غير ثواني باش نظر مع العامل اللي يخدم في المطعم. وهنا صارت الحاجة اللي ما كنتش نتوقعها نهائيا. شفت واحد مد يده بسرعة وحاول يهز الهاتف نتاعي، وقالت في هذيك اللحظة تجمدت. صدقوني يا المتابعين تاعي، تجمدت، عييت نفهم واش راهو يصرالي، ما فهمتش واش راه صاري نهائيا. التليفون بالنسبه لي ماشي غير جهاز، فيه خدمتي، صوري، ذكرياتي وامور شخصيه بزاف. مباشره عيطت ووقفت، والناس اللي كانوا في المطعم انتبهوا للموضوع. واكدت سارة أنه بعض الأشخاص دخلوا بسرعة، الأمر اللي جعل الشخص المجهول يتراجع ويحاول مغادرة المكان بسرعة قبل ما يقدر ينفذ خطه. وقالت سارة وهي متأثرة وتبكي في الستوري نتاعها: والله غير خفت بزاف، حسيت باللي أي واحد يقدر يتعرض لموقف كيما هذا في أي لحظة. الحمد لله يا ربي استرني وما تسرق لي والو، بس الصدمة اللي حسيتها كبيرة، وما زالت الأزمة ذيك النفسية راهي في قلبي. كما وجهت سارة لمتابعيها وقالت فيها: في هذه الرسالة حبيت نقول لكل الناس: ردوا بالكم على أغراضكم وين ما كنتوا، سواء في مطعم أو مقهى أو أي بلاصة عامة. ما تخلوا حتى حاجة ثمينة بعيدة على عينكم، لأن الدنيا تبدلت وما بقيناش نعرفوا شكون المليح وشكون لا. وختمت سارة رجيل تصريحاتها قائلة: أنا اليوم رجعت للدار وأنا ما زلت مصدومة من اللي صرا. الحمد لله جات غير في الهاتف وما صرا حتى مكروه أكبر. أهم حاجة إنه الإنسان يبقى حذر، لأنه ثانية واحدة تقدر تبدل كل شيء. بس هذا الخبر المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي غير مؤكد، ورانا نستناو سارة تحط جديد. هذا ما كان. وقد خلقت هذه التصريحات تفاعلا كبيرا بين متابعي سارة، أين عبر الكثير منهم عن تضامنهم معها، مؤكدين أن حوادث السرقة أصبحت تتكرر بشكل لافت في الأماكن العامة، فيما دعا آخرون إلى ضرورة توخي الحذر والانتباه الدائم.